بص يا معلم، مش هطول عليك. بس دول كلمتين مهمة أوي تسمعهم، بالذات لشباب ثانوية عامة وفترة النتيجة وإنك قاعد ميت من التوتر والكلام ده. وأنا والله يعني برتب بس المكتب كده، افتكرت حاجة مهمة جدا جدا وقلت أنا لازم يعني أقولها، لأن أنا ساعتها برضو ما كنتش فاهم ودلوقتي عمال أتأكد وأفهم معنى الكلمة دي. أول لما النتيجة طلعت وكانت زي ما انا متوقع وزياده، وربنا اكرمني جدا والله. وبابا طبعا كان يلا وهاتها انت بس واجيب لك بقى العربيه والكلام الجميل بتاعنا ده. اول لما جت النتيجه وعرفت ان انا في الكليه ودخل كليه طب القصر العيني وبتاع ورايح، فطبعا اتحايلت عليه شويه علشان يجي. وبعد كده اول لما راح قال لي يعني كلمه، انا طبعا بقى مستنيه يجيب لي ولا هيعزمني فين ولا هنروح فين ولا هنيجي منين وكده. فقال لي بص يا ابني، عايز اقول لك حاجه، والله والله هذا حدث يعني. قال لي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قلت له يا بابا انا عارف العادي كويس والحمد لله جميلة، بس ايه لازمتها دلوقتي؟ ليه بتقولها لي في الموقف ده؟ ليه عايز نعرفها دلوقتي؟ قال لي والله والله هسيب الايام تقول لك والظروف تسمح لك. ابويا يعني اللي هو الشخصيه الحكيمه قوي دي، واللي هو لازم يقول لك حاجات انت تقعد تفهمها مع الوقت. استنى كده قرب شويه. فالمهم ابويا قال لي الكلمه دي، وبعدها خلاص يعني كان ركب بقى عربيه الشغل وانا روحت، لان ما كانش لسه يعني حاجه بدات، كنا لسه رايحين نقدم الورق خلاص. وبالمناسبه ما كنتش بعرف اعمل صحاب وحاجات كتيره يعني كده بحكي لك بعدين. فالمهم لما بقى دخلت الرحله وسنه في تانية في تالتة في رابعه، وانا الحمد لله في خمسه بخلص الرحله، بقيت فاهم معنى الكلمة جدا جدا دلوقتي. وهي ايه؟ وهي معلش لو هطول معاك واحكي لك براحتي، بس الكلام ده مهم والله العظيم تسمعه. ان اللي انت مستنيه قوي قوي، او المكان اللي انت رايحه قوي قوي، انت في الحياة الدنيا مش الحياة الاخرة خلاص. فهتخش هتلاقي شقاء من نوع معين، وانتظار وصبر وحاجات من نوع معين والله. وبالذات لو طب، انا بكلمك في اللي احنا عايشينه كلنا، بالذات لو طب والله. ولا انا اعرفك ولا انت تعرفني، ولا يهمني انت هتخش ايه ولا هتعمل ايه. انا بكلمك في الظروف اللي هتواجهها واللي هتعيشها. ولكن حقك وقت طلوع النتيجة تفرح على تعبك اللي بذلته. طب وزميلك التاني بقى هجيله على الناحية التانية، لكي لا تفرحوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يعني لا تأسوا على ما فاتكم، اللي هيأسى بقى على اللي فات. وانا كنت نفسي، انا بتكلم على اللي تعب، اللي ما تعبش هو عارف وعامل نفسه عبيط وهيزق دنيته. بتكلم دخلت في مكان تاني رغم المجهود اللي كنت عملته. انت هتبقى مليونير، انت هتبقى حاجة كبيرة وقدام، لان الطالع بعد شوية بيبقى نازل، والنازل بعد شوية بيبقى طالع. وتلك الايام ايه بنوديها ونجيبها ونداولها بين الناس. كان فيديو جميل قوي مشهور وهكذا. فبتقول بقى ماما جابت كام في الثانويه العامه؟ بنتي يعني بتتكلم، ماما جابت كام في الثانويه العامه؟ لا جابت مش عارف كام و90. طب وبابا جاب كام؟ حاجه و50. في الاخر بابا اللي بيصرف، وبابا اللي فاتح البيت، وبابا المحترم، وبابا الجميل. انت اصلا مصدر رزقك، او هاخد فلوس منين ولا هكسب منين ولا ايه اللي هيغنيني؟ يعني انت مش عارفه. هل هو الكليه؟ لا، انت بتاخد الكليه بصراحه علشان ايه؟ لهو ولعب وزينه ايه وتفاخر. انت عايز تتفاخر وتنزل الستوري وتقول انا بقيت وعملت وانا كنت كده. في الحياه والظروف والمخمضه واللي رايح واللي جاي، انا كل اللي محتاجه فعلا دلوقتي من الدنيا ان انا يبقى معايا فلوس كفايه اساعد بيها بابايا اللي وقف جنبي ومامتي اللي عملت، مش انا الدكتور مين ولا عملت ايه. اكيد الطب بقى طبعا هو مهنه شريفه و بس كجزء فلوس مؤقتا انا لا محتاج اصبر عليه شويه. بل والعكس، انا محتاج اجيب فلوس من مكان عشان اصرفه على الطب، واروح بالطب ده لمشوار بعيد بقى علشان اعرف اخلي الطب ده يديني. لا لازم تدي، يعني الطب بيقول لك ايه؟ اديني كلك عشان اديك جزء مني، بالذات علم الطب يعني. الجزء بقى التاني اللي هو في الاول حاسس انه مش ملوش، ما عندوش، مش هعرف، انا فاشل، انا مش هلحق. هتتقبل مع الوقت وهتتقبل مع العمر. ويا ريت يا ريت في كل المجالات عموما اصلا لو تشتغل من بدري عشان تبقى في مجال شغل وتعرف ان مصدر الرزق، وان انت تبقى ناجح في شغلك المهنية غير الاكاديمية خلاص. يعني اغلب اصلا اللي عندهم نجاح اكاديمي بيتعب قوي علشان يعرف يوازنها مع النجاح المهني. انت فاهمني؟ وبرضه انا طولت عليك، مش عارف دلوقتي الفيديو ده انزله فين، لانه مدته طولت وانا بصراحه مش عايز يعني اقصقصه. بس انا يعني هي خلاصه واحده، وبرضه دكتور مصطفى محمود قالها.
نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره في كل المواقف. خلي بالك، لان انت هتقاوم يعني حاجات كتير قوي بتحبها قدام، وبتتحمل حاجات كتير قوي انت بتكرهها قدام في اي مجال. خلينا نبقى اكبر شويه. يمكن ميزه السوشيال الوحيده هي التوعيه. لو انا في 5 جاي لك وانت لسه داخل اولى، بقول لك حاول تنبسط بالرحله، وحاول تشتغل من اول الرحله، وحاول تروح وتيجي وتتعلم. اذا كان ايه دي الكليه اللي انت عايزها، اذا ما كانتش يعني عارف انت للصائم فرحتان بقى. انت والله بالنسبه لك فرحتين. شوف انت هتروح فين، شوف انت هتعمل ايه، شوف انت هتيجي في انهي جنب وهتتعامل فيه ازاي وهتكسب منه ازاي. وفي الاخر اللي هيبقى معاه فلوس، انا بكلم هنا الرجاله، اللي هيبقى معاه فلوس واللي عارف يفتح بيت واللي هيبقى عنده قيم يربي بيها اولاده ويربي بيها نفسه ويتعامل بيها في الشارع، ده الناجح، ده الكسبان. مفيش اي بقى داعي من العبط والشغل بتاع حاسس بقى بوجعهم، حاسس مش عارف ايه. والله عشان هو ده السيزون بتاع الضحك والعبط يا عم من حقك تزعل قوي او تفرح قوي على مجهود كبير عملته، ماشي، بس صدقني اعتبرها زي فكره ماتش كوره، الموضوع ما يعديش يومين. طبعا الماتش اللي فات احنا موتنا شويه، بس هو ما يعديش يومين خلاص يعني. اكتر من ده، او شخصيتك اللي اتدمرت، او نفسيتك اللي ما بقتش موجوده، او انت عايز بقى تنتحر والكلام ده والعياذ بالله، خطأ كبير. واللي هيعمله فيكم والله هو جاهل تماما، جاهل بالدنيا، جاهل بالدين، جاهل ب100 حاجه خلاص. فوالله بشكر بابا تاني على الآية اللي ما فهمتهاش ساعتها ومتأكد منها دلوقتي، ويا رب تبقى فهمتها. عيش في الحالتين. جالك الطب يا اما خشه فورا، وخشه طبعا، ده مكانك خلاص وطريقك، بس من جوه شوف هتمشي ازاي. وانت اما جالكش مشوارك، مجالك اللي انت حابه، سواء بقى هندسه، طب، او الكلام بتاع مجتمعنا الغريب ده، اتعامل وعيش وهتبقى بايونير في مجال من المجالات. مين يعني ما تعرفش. خلاص، السلام عليكم. مش هطول عن كده. وما تنساش الآية، ما تنساش الآية.